لو لسه بتخافي تعملي بيدي فور لحد دلوقتي، لو الوصفة صعبة عليكي وما بتطلعش معاكي المقادير مظبوطة، تعالى اقولك ازاي نطلع القمر ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومكونات كمان سهلة. يلا بينا نبدأ الوصفة ونشوف المكونات وطريقة التحضير عشان نطلع أحلى بيتي فور. بس أول لما تعملوا الكلام ده كله، لو لسه أول مرة تشوفوا ليا فيديو، أنا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة، وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة سوا مع بعض. بصوا الحاجات الجميلة دي. طبعا التزيين انا عملته اكتر من مره معاكم، فالمره دي انا سايبه لكم مطلق الحريه في انكم تزينوا على مزاجكم الاشكال اللي انتوا عايزينها وبالتكلفه اللي انتوا عايزينها عشان تطلعوا احلى بيتي فور. اهم حاجه الطعم والمكونات اللي تبقى موجوده. التزيينات كلها بسيطه وسهله جدا، ايدك هتطلع احسن من اللي انا بعمله 100 مره. زيني بشوكولاته، بجوز هند، سوداني، مكسرات، فورماسيل، الوان، فورماسيل دارك، شوكولاته بيضه، مكسرات، سبرينكل زي ما انا عامله. اي حاجه انت حابه انك تحطيها هتحطيها، هيبقى طعمها حلو جدا. يلا بينا نبدا الوصفه. اول حاجه معايا 4 كوبايات من الدقيق. انا استخدمت الكوبايات المعياريه. طب في ناس ما عندهاش الكوبايات المعياريه، هتقول لي قد ايه دقيق؟ هقول لك بالوزن 625 جرام. تمام. معايا كمان كوبايه سكر باودر، نفس الكوبايات اللي عيرت بيها. 3 صفار بيض وبيضة كاملة، رشة ملح، معلقتين من الكاكاو الخام، 500 جرام من الزبدة. هحط رشة الملح نصها على الدقيق هنا وهنا. أنا قاسمة الدقيق هنا كوبايتين وهنا كوبايتين. هشيل من طبق منهم معلقتين كبار كده، وهحط معلقتين الكاكاو. طب ليه انا بعمل الحركه دي؟ لان الكاكاو اللي عندي خام، لو انا ضفته في الاخر خالص بعد ما بتعملي عجينه الكاكاو زي ما كنا بنعمله زمان، البيتي فور الغامق بيبقى قاسي وما بيبقاش حلو وما بيبقاش ناعم زي الابيض. فطبعا لازم اشيل من المكونات الجافه واحط مكون جاف اللي هو الكاكاو. طيب لو انا ما عملتش كده وجيت عملت في الاخر خالص، الدنيا هتبوظ مني. لا، هقول لحضرتك ابدا، هاتي حته زبده، مكعب زبده صغير جدا، واضربيه لحد ما ينعم في ايديكي، وبعد كده ضيفيه على العجينه، هيعادل الموضوع، وكده نبقى حلينا الازمه. طب البيتي فور ما بيتحطلوش بيكنج باودر وما بيتحطلوش بيكنج صودا عشان نبقى متفقين سوا مع بعض. طب في ناس بتعمل البيتي فور بالبيضه كامله، براحتك، حلال عليكي. طب ايه فايدة انك حطيتي 3 صفار بيض بس وواحدة بيضة كاملة؟ ال3 صفار بيض علشان خاطر البيتي فور يطلع ناعم جدا معاكي. طب والبيضة الكاملة علشان خاطر البياض بتاعها يخلي البيتي فور متماسك وما يتكسرش معاكي بسهولة. حطيت السكر البودر على الزبدة وهبتدي اضربهم كويس جدا الاتنين مع بعض لحد ما نلاقي الموضوع يتحول معانا لكريمة زبدة اللي بنستخدمها اوريدي في الحلويات. هضيف البيض بيضة بيضة، كل لما تختفي هحط التانية، نفس اللي اتبعته في قلب البسكوت واللي بنستخدمه على طول في نواعم العيد. مجرد ما تنزلي هننزل البيكنج باودر. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، الزبده لازم تكون ساقعه والبيض بدرجه حراره الغرفه. ليه باخد بالي من الموضوع دوت؟ لان الزبده بتسخن واحنا شغالين، فما ينفعش الزبده تسخن واحنا شغالين والناس تبقى سخنه وانزل عليها البيض، هتخرز معاكي ومش هتبقى مظبوطه. مجرد ما تختفي البيضة بنزل البيضة اللي وراها لحد ما الدنيا تبقى تتظبط معايا خالص. بساوي سطح الحاجة اللي موجودة عندي. بصوا أنا حتى الحاجات اللي ما ينفع، اللي مش هستخدم فيها ميزان وينفع إن أنا أتغافل عنه، بقول لكم عليها علشان خاطر تستخدموها. سويت سطح الحاجة وقسمتها بالنص، وهبتدي اخد نص على العجينة هنا، نص على الدقيق هنا، والنص التاني على الدقيق اللي محطوط عليه الكاكاو. كان ممكن ان انا احط على الميزان واوزن واستخدم، لكن انا حبيت اعمل معاكم زي ما انتوا هتعملوا عشان الناس اللي ما عندهاش ميزان ما يبقاش عندها مشكلة خالص في الموضوع. يبقى كده قلتلك بالكوبايات وقلتلك بالوزنة
وعرفتك كمان بالكوبايات المعياريه، الثلاث حاجات سوا مع بعض. هحط بقى هنا الكاكاو، وهناك نزلت الدقيق. هنزل كل الزبده دي، الزبده غاليه طبعا. وهقلب بقى، مش هعجن، هقلب وبعد كده نشتغل. طيب انا رحمه الله عليها والدتي كانت دايما تقول لي في حاجه اسمها الصاج بتاع التجربه. صاج التجربه ده بتحطي واحده بس في قلب الصاج وبتدخليها الفرن، تشوفي تسويه الفرن بتاعك عالي واطي، هترفعي الصاج لفوق هتنزليه لتحت، فرشت معاكي هتغيري الوش، ما فرشتش والرسمه حلوه، الرسمه اتغيرت اتمسحت، بتعرفي كل الحاجات دي من الوحده اللي بتحطيها في الصاج وتجربي. طيب لو انت حافظه يبقى هتتكلي على الله وتشتغلي على طول زي ما انا ببقى حافظه عندي التسويه بتبقى عامله ازاي. انا هنا بشتغل بالكيس الحلواني. الرسمه جميله ما فرشتش، اللون بتاع التسويه اهو، البيتي فور ما بياخدش لون من فوق خالص، ده بيبقى لونه. الكاكاو للناس اللي ما بتعرفش تسوي الكاكاو وبيتحرق معاها يا جماعه، تقدري تحطي حاجه من الابيض في صاج الكاكاو عشان تبقي واخده بالك. معايا بقى ايه، شوكولاته دارك وشوكولاته بيضه، ومعايا جوز هند. طبعا تقدري تحطي بقى الحاجات اللي انت حباها. انا هنا بفرجكم على الحاجات اللي انا عملتها. ده دوست دهبي هستخدمه في الاخر. معايا مربى الفراوله دي انا عاملاها في قلب البيت. هبتدي بقى الزق عادي جدا البيتي فور في بعضه بالمربى، وبعد كده ازين التزيينات اللي موجوده عندكم زي ما انتم شايفينها كده. هنزل بقى في الشوكولاته البيضاء، هنزل في الشوكولاته الغامقه، هعمل خطوط من فوق، هحط مكسرات، هحط فورماسيل، هحط بتاع دوت اللهم صل على سيدنا محمد، جوز هند زي ما انت حابه. انا شلت الفقره دي من كل مره بحطها علشان خاطر يبقى ليكي آه، الحريه تعملي اللي انت عايزاه. لو مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي وعجبكم، ما تنسوش تكتبوا لي دعوه حلوه، اكتبوا لي في التعليقات استفدتوا حاجه ولا لا في الفيديو، وما تنسوش اللايك اللي بيخلي الفيديو ينتشر والناس كتير جدا تتفرج عليه، ده بيفيدني وكمان زي ما انا فدتكم بالفيديو. اشوفكم بخير في وصفه جديده عملنا مع بعض النهارده البيتي فور الفاخر.